السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض من فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك، سلسلتنا ما تقلدش الاجانب. ما نقلدش الاجانب في الكاونتر توب بتاع المطبخ. الاجانب انتشر طبعا الفتره الاخيره، وبدا ناس تسال وناس تسالني: باشمهندس، ايه رايك في البورسلين ككاونتر توب للمطبخ؟ طبعا يعني ما يتقارنوش يا جماعه ما يتقارنوش. زي ما بيقولوا: تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ببساطه يا جماعه، انا يعني لما باجي برشح لحد كاونتر توب بقول له يا اما جرانيت، يا اما دي لو ماده طبيعيه، او كوارتز لو ماده صناعيه. انما غير كده ما رشحش طبعا موضوع البورسلين خالص خالص، جمله وتفصيلا. المشكله يا جماعه ان يعني كقوه وكصلابه وكمتانه، لا، الجرانيت طبعا في حته تانية. انت جايب جبل حاطه عندك في البيت، صخر حاطه عندك في البيت. يعني قوة تحمل طبعا عالية جدا، قوة احتكاك عالية جدا، صلابة، تحمل الحرارة، الكلام ده. مشكلة البورسلين هو سيراميك في الأول في الآخر مهما كان. أوكي، في طبقة جلوس على الوش ومش عارف إيه وبتاع، ولكن هو سيراميك. فلو الحاجة عندنا الله يديها الصحة كده، وأمهاتكم جميعا، جت جايبة حلة محشي كده واتحطت على الكاونتر توب، شكرا شكرا، معرض انه يتكسر. طب ساعتها هتعمل ايه؟ تخيلها كده، يعني انت مثلا جايب دلوقتي بورسلين مثلا نوع، وبعد سنتين ثلاثه مثلا خلاص شكرا ما عادش موجود، فاتكسر. هتعمل ايه بقى لما اتكسر؟ هتحلها ازاي دي لما اتكسر؟ ما بيتلحمش. الجرانيت حتى لو اتكسر هتعرف بكله وبتاع وهتلحم الدنيا، انما البورسلين لو اتكسر شكرا يا باشا، مفيش حاجه اسمها لحام، خلاص انتهى. الحافه بتاعته او الحرف بتاعه دي مشكله تانية من عيوبه، ان تكون حاده جدا. فوارد انه يتكسر، وارد انه يألم الزوجه او الام، يألم، او ممكن توصل لدرجه انه يعور لو حصل خبطه جامده او رد فعل سريع من نار او من اي حاجه يعني. فبالتالي ليه يا جماعه؟ ليه هو هو الجريد اثر معاكم في ايه؟ ف فهو طبعا مش في صلابه الجرانيت، الحافه بتاعته ما بتبقاش كويسه. تالت حاجه اللحامات يا جماعه. يعني انا ليه اجيب حاجه؟ انا بقدر اجيب مثلا في الجرانيت، اجيب من اول الضلع لاخره. طب ده هجيب كام مثلا؟ ولا كام؟ 120 في 60 مثلا. طب وبعدين لحمات؟ طب اللحمات مش هينفع اقفلها، احنا متفقين في البورسلين ما ينفعش نقفل اللحمات. عندك ملي ونص، 2 ملي يا باشا. طيب الملي ونص او 2 ملي هيتسقوا. طب بعد ما يتسقى دخلنا في مشكله تانية بقى، تتعامل في اكل وقهوه تقع وصبغات بقى الاكل والكلام ده، فشويه تلاقي ضرب سواد. تجمع اكل في اماكن صلبه مش املس. الاملس هو سطح البورسلين بس، انما السقيه ما فيهاش طبقه جلوسي طبعا، فبالتالي مصدر لتكون جراثيم. زي ما اتفقنا في علم البيولوجي، حراره زائد رطوبه يكون فطريات. فدخلنا في موضوع هتبقى الحاجه ملوثه بقى. الجرانيت، الام او الست بتحط الاكل، ممكن تقطع الجرانيت عادي. طب ده بقى تقطع وفيه جراثيم تحت مطرح السقيه؟ ايه رايكم؟ بلاش. يعني كنت مره بعمل شغل لسيده اعمال، يعني ما شاء الله، يعني مليونيره في امريكا. ف فبتوريني المطبخ بتاعها، فاستغربت جدا. لقيت المطبخ، عشان نفهم بس ان احنا والله في نعمه والله العظيم. الكاونتر توب بتاعه جايبه الاشاني ال 15 في 15 الابيض بتاع زمان، اللي هو الحمامات بتاعت مدارس الحكومه. فببص فاستغربت جدا، فسالتها وقال لها: مدام، يعني ازاي وليه كده؟ فقالت لي: انت مش متخيل يا باشمهندس ان الجرانيت عندنا هنا غالي جدا 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 جدا، مش اي حد بيجيبه ويقتنيه. فهم في امريكا عشان ناس عمليين، فليه اجيب بارقام فلكيه عشان اعمل كاونتر توب؟ بديل ومشي حالك يعني. بس علميا هندسيا ديكوريا جرانيت في حته تانيه طبعا، فلا يستوون. فلو انا عندي الامكانيه ان انا اجيب جرانيت، ما انزلش بقى وبورسلين، لا.
ايا كان الوضع البورسلين لن يرتقي لجوده وجمال وعملي زي الجرانيت. خلينا متفقين، مفيش حد يختلف معايا في النقطه. فاحنا ليه الاجانب هيعملوا كده؟ عشان هم الظروف كده، هم الوضع بتاعهم كده. هم ناس عمليه، والموضوع ده غالي جدا جدا. خلاص اللي متاح ايه؟ بورسلين، سيراميك، ساعات بيعملوا والله خشب، ساعات بيعملوا ايبوكسي. فلان مش علشان ده حاجه جديده بقى وهو ده الترند، لا، هو علشان ده المتاح، ده المتاح. فلما وريتها انا المطابخ، الواحد الحمد لله عاملها، فكانت معجبه جدا بالكاونتر توب، سواء الجالاكسي، الدبل بلاك، البالت براون، الحاجات الجرانيت القويه والاشكالها ظريفه وحلوه، بتلاقي على كل المطابخ. فطبعا احنا في نعمه والله، الحمد لله على نعمه الشرق الاوسط. احنا عندنا هنا ما شاء الله بنجيب يعني من اسبانيا جنبنا، بنجيب من تركيا، بنجيب من ايطاليا، من افريقيا، من الهند. فالموضوع متاح، انما هم عشان يجيبوا حاجه من الهند متخيلين من اقصى اليمين لاقصى الشمال. فلازم نفهم يا جماعه، ولازم نعرف كل حاجه ليه، وايه الاحسن وايه الافضل. ما نقلدش الاجانب وبس، علشان اللي بين ايدينا ربنا اداهولنا نعمه نحافظ عليها ونحمد ربنا عليها. قعدنا على فيديو جديد ان شاء الله، ازاي تشطب شقتك وما تقلدش الاجانب. السلام عليكم.